على حسب الزبون اللي عايز. مثلا بتاجي في شهر كله أقفاص، في شهر باجي فيها سراير، كراسي، انترهات، كل شغل. برضه. ايوه، على حسب الشغل اللي بتطلبه الزباين. شغالين احنا في قفص الفراخ، الجدر بنقطعها زي كده، اصلحها، الواد يخرم احنا اطلب ده دي، واللي زي دي العرض اللي زي ده من هنا بنعمل قفص زي ده. هو الشغل ده بيتعمل زي ده، قفص فراخ يطبع. يطبع زي ده بالظبط. هذا اللي شغالين فيه لقفص الفراخ، يطبع نفس الطبعه زي ده برضه بالظبط. نقصه كده بالمقاس وكده، ندي الواد يخرم جنب مني يصلح ويركب، وانا افصل لهم المقاسات عليه. زي كده شغالين، انا اوضب وهم ايه يرشع المقاس اللي بعمله. يصنع قفص فراخ زي كده على حسب الزبون اللي عايز. مثلا بتاجي في شهر كله اقفاص، في شهر باجي فيها سراير، كراسي، انترهات، كل شغل. برضه. ايوه، على حسب الشغل اللي بتطلبه الزباين ماشيين. يعني اذا قلت انت مستنى واحد قلت اقول له شرق غربي بس اعمل دي ما تسويش دي، على حسب الزبون شغال. يعني بجيب الجزء كده نوقفه، مستني اجي في الزبون عايز قفص مثلا، عايز سرير، عايز كراسي، على حسب الزبون ماشي. لا انا عايز علوين. ايه علوين دي؟ علوين دي بتاعت برتقال. ايوه ومانجا. ايوه من فواكه دي، على حسب الزبون. غطي طاولات عيش اللي بجيب على عيش من الفرن دي برضه بنسويها. هات الطاولة دي كده، دي طاولات عيش دي. باجي دي فردان، بيجيب الزبون يقول عايز قد دي بالظبط، بنسوي له قد ايه، عايز قد ايه، عايز 50، عايز 100، بنسويها له على حسب الزبون بيجيب الجد ونشتغل. يعني اي حاجه عايز انت اي حاجه نشتغلها، لكن اي حاجه تشتغلها، اي حاجه يقول عليها. عايز مثلا كراسي تمام، عايز طاولة عيش ماشي، قفاص فراخ ماشي، سدد ماشي، اي حاجه يقول عليها نسويها له على حسب طلب الزبون بنشتغل شغالين فيه. تاخد كام وقت في صناعه القفص زي ده؟ الغطيتين زي دول، الطاولتين دول ياخذوا ساعه التنين مع بعض شغل. التنين زي ياخذوا ساعه. ياخذوا ساعه. انا والدي كده، انا افصل وهو يخرم وانا اصلح ويركب ساعه على طول. معاك اولادك؟ لكن لما معيش حد التنين ياخذوا معي تحت ساعه ونص، اكثر من ساعه ونص. لكن احنا التنين نطلع تنين من دول في نص ساعه مع بعض. ادلوك على التخريم بتاعي الجديد دوك اللي قطعناه. دوك فصلنا هناك، جبنا هنا دوكيتي هنخرم هنا دلوقتي تخريم. يعني الاول تقطع الجري، نقطع هنوكه وبعد كده نجيب رجال وتسويه هناك. نفصل هنوكه عشان القصايص والزبط بيطلع يقعد هناك، عشان نجي نخرم هنا فيه ما فيش عفش ولا هنا. طب المخلفات اللي بتطلع من التخريم دي بتروح فين؟ دي ده بيحموا بيه الفرن. يطلعوا يطلعوا بيها العيش دي. دي بتاخدها الناس تحمل بيها الفرن دي. طب قول لي عملت كده انت شغال الشغلانه الحلوه دي؟ معاك كام اولاد؟ معي 3. يساعدك في المهنه دي؟ المهنه دي اتعلمتها من حد ولا وراثه؟ لا وراثه عن جدودنا، وراثه عن جدودنا. ابويا علماني وابويا علمها له ابوه، عن جدودنا دي وراثه. وانا علمتها لعيالي برضه، شغالين فيها وراثه. ولادك كلهم شغالين معاك؟ شغالين فيها ايه وراثه دي.